السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كيك الشوكولاتة بالموز. كيكة فاخرة جدا جدا جدا. مفيش فيها شوكولاتة، فيها كاكاو بس. شايفة وشها عامل ازاي؟ كأنها غرقانة بالظبط شوكولاتة. جميلة وخفيفة وريحتها حلوة، وشايفة شكلها تتقدم كده للضيوف وبكل فخر كده، وانت مطمنه ان شاء الله. وكمان الاولاد هيحبوها لان ريحه الموز فيها جدا جميله. معايا هنا بقى صابعين موز زي ما انت شايفه كده. هفصل عنهم القشر واخدهم كده في البوله بتاعتي، واجيب شوكه وابدا كده افرم فيهم. كل ما تفرمي فيهم كده تلاقي ريحه الموز نفاذه جدا في الكيكه. يعني الناس اللي بتحب الموز قوي هيتبسطوا جدا من الكيكه دي. انا هفضل كده بقى افضخ في الموز بتاعي لحد ما اوصل كده لقوام ناعم. يعني مش عاوزاه مهروس قوي قوي قوي، لا انا عايزه القطعه بتاعته تبان في الكيكه بتاعتي. كده تمام. هضيف بقى للموز بتاعي ده كوبايه الا ربع من اللبن الحليب. تمام. اللبن، انا حاطه لبن بخيره، وكمان جبت نقطتين بالعدد من ريحه الفانيليا. هي مش محتاجه اصلا نهائي، بس يعني علشان زفره البيض. معايا كمان كوب الا ربع من السكر الخشن. ضفتهم على الدقيق، اسفه، على الموز وعلى اللبن، وقلبت جامد جامد. لازم تقلبي كويس جدا علشان السكر يتوه في وسط الحاجة. هنا ضفت كمان 3 بيضات للخليط بتاعي، وهقلب كويس جدا جدا لحد ما ادمج كل المكونات مع بعضها. لازم السكر يختفي. تمام. قلبت اهوت ودمجت الخليط كله مع بعضه. هكون مجهزة على جنب كده كيس بيكنج باودر. هحط كيس كامل من البيكنج باودر. وهكون برضو مجهزة جنبي ربع كوباية من الزيت. كل ما الزيت بيكون قليل في الكيكة كل ما تلاقيها هشة واسفنجية. الزيت لما بيزيد في الكيك تلاقيه عامل فقاعات كده، زي يعني تحس ان الكيكة عاملة زي البلاستيك. تمام. انا قلبت كويس اهوت الزيت مع الخليط. ومعايا هنا كوبايتين ونص من الدقيق المنخول. انا جبت البيكنج باودر ونزلت بكيس البيكنج باودر على الخليط زي ما انت شايفة. نزلت على الخليط مباشرة، وهاخده كده الفه لفة بالمضرب. انا بشتغل يدوي، لو حابه تشتغلي بالخلاط مفيش اي مشكله. ضفت كده نص كميه الدقيق بتاعي، تقريبا كوبايه وربع، ضفتهم مره واحده وقلبت كده كويس. هكوني برضو مجهزه معلقتين كاكاو كبار. لو حابه تقللي الكاكاو براحتك. عايزاها غامقه زي ما انا عاملاها قوي كده وكأن في طبقه شوكولاته من فوق، هتزودي الكاكاو لربع كوبايه. تمام. هقلب كده الكاكاو بتاعي بالدقيق بالخليط كله. لسه طبعا القوام ما خلصناش، هضيف باقي كمية الدقيق بتاعتي واقلب كمان كويس جدا لحد ما اوصل للقوام المناسب بتاع الكيك. تمام. احنا كده دلوقتي القوام اللي انا محتاجاه وصلت له. هشيل بقى كده المضرب اليدوي، وابدا اجيب الصينيه اللي هدخل فيها الكيك الفرن. ده صاج تقريبا 35 في 25. لو ما عندكيش ورق زبده، لو انت عاوزه تقلبيها وتقطعيها زي ما انا مقطعاها عشان ما تلزق، كده كده الصاج ده بيلزق فيه الحاجه. عندك ورق زبده ماشي، ما عندكيش هتحط كيس حلواني، اللي هو مش كيس حلواني، الكيس الحراري اللي بنحط فيه الفراخ في الفرن ده، وتفرديه تحت. ولا هيلزق ولا يتحرق ولا اي حاجه. انا حاطاه زي ما انت شايفه اهو، عشان لو انت حابه تعملي منها جاتو، حابه تعملي منها هي او غيرها، كيكه دي او غيرها، او حابه تعمليها سويس رول. الكيكه دي طريه جدا جدا، تقدري كمان تلفها وتعمليها سويس رول. تمام. هاخد بقى الصينيه بتاعتي بعد ما نزلت الخليط واضربها كده على الرخامه 3 4 ضربات. وعندي شويه شوكليت شيبس كده من كيكه كانت قبل كده، كانوا باقيين، فردتهم برضو على الوش كده، مش هيأثروا، عطوا برضو شكل حلو كده وطعم حلو برضو للكيك. هاخدها بقى انا كمان كنت مجهزه الفرن
قبلها ب10 دقايق كده مسخناه، بس مش مسخناه قوي 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 يعني، علشان بس العجينه ما تعجنش من النص وكده يعني، على درجه حراره متوسطه. دخلته على 180 لمده ربع ساعه. زي ما انت شايفه طلعتها من الفرن، ولا لازقه في الصينيه ولا لازقه في الارضيه، والكيس زي ما هو، ولا اتحرق ولا اتلسع. وهبدأ بقى اخد الكيكة بتاعتي ديت اقلبها في صينية تانية، لو انا حابة بقى ايه اقدمها لضيوف ولا حاجة في طبق. هشيل طبعا الكيكة بتاعتي وابدأ اقسم فيها. شايفة طرية ازاي، ووشها بيلمع، والشوكليت شيبس ساح كده على الوش، شكلها جميل بصراحة. هبدأ بقى اجيب السكينة بتاعتي واقطع كده مربعات. انت براحتك بقى، انت لو حابة تعملي منها كبات، حابة تعملي منها تورتة. الكيكة دي خفيفة جدا جدا يعني، يطلع منها اي حاجة انت حباها. عايزة تستغنى عن الشوكولات شيبس اللي على الوش ده، وتعملي صاج كمان زيه وتعملي منه جاتو، مفيش مشكله. عامل زي الزبده بصراحه، شايفه بتقطع ازاي. انا كنت اقدر احطه في صينيه اصغر من كده ويطلع اعلى من كده، بس انا عملت كذا مره كيك المدور العالي، فانا حبيت تبقى القطع كده المره دي مربعه وتكون مش سميكه قوي. تمام. هنقدمها بقى جنب شاي، جنب لبن، جنب قهوة، اي حاجة وحلوة قوي 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 يعني. تقدمها للضيوف، تنفع في اللانش بوكس. كيكة بصراحة طعمها جميل جدا جدا. انا يعني كنت بصراحة مستغربة من ريحة الموز في الكيك، كانت نفاذة بطريقة يعني مش قادرة اوصف لكم. ان شاء الله لما تجربوها هتعرفوا اللي انا بقول لكم عليه. يا رب كده الوصفة تكون عجبتكم، وما تنسوش اللايك بقى والاشتراك علشان يوصلك كل جديد. شايفة القطع البيضة اللي باينة في النص دي قطع الموز. علشان كده انا بقولك قطعيها قطع صغيرة. قطع الموز كانت باينة كده في الكيكة، شكلها حلو قوي، وكمان طعمها يعني غنية بصراحة الكيكية دي. يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.